طيب تمام جدا. بصوا يا جماعه، الناس اللي كانت عماله تقول في اقتراحات بان احنا نشفر الدوري المصري، ما تشفروه. ثواني بس، ثواني. انت هتخيل اتفرج على ايه؟ يعني انت بتهددني بان انا ما اتفرجش على ايه؟ او بعدين يعمل لك ازاي؟ كابتن ميدو كان مقدم اقتراح جميل قوي، قال لك انا دلوقتي محتاج منك لو خدت من كل واحد في الشعب المصري 100 جنيه في الشهر، 100 جنيه في شهر كامل. ايه المشكله؟ ايه المشكله يا عم؟ مش اقول لك على حاجه، لو التشفيره دي بجنيه مش عايز اتفرج على الدوري المصري. يعني لو هتشفره والتشفيره بتاعته ادفع جنيه اشتراك في الشهر، لا لا، مش دافع، مش عايز اتفرج. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه ده؟ قبل ما اتكلم معاك في ضربة الجزاء دخلت ولا ما دخلتش، يا زيزو ليه يا زيزو؟ ليه كده؟ ليه شايطها بالشكل ده مع الارض؟ خلاص على الارض في زاوية من الزاويتين صاروخ وخلصنا. ليه هنا؟ ليه هنا؟ ليه؟ ده كان ساعتها انا خسران واحد، هتحط دي جول، اتعادلت 1-1، فاعمل زي ماتش سيراميكا واكسب وكده. ليه يا ابني؟ انا لما كسبنا العيد اللي فات كنا بنلعب ماتش العيد اللي فات، ولما كسبنا انا حسيت ان في حاجه غلط، لان احنا ما بنكسبش في الاعياد. فالزمالك جه رجع لي الفكره تاني، قال لي صح انت عندك حق. انا اخسر من المصري رايح جاي ليه؟ يعني المصري الدور الاول يديني 1-0، الدور الثاني 2-1، يعني ايه؟ كده كده انا عارف ان مفيش دوري، بس يعني ايه انا في المركز ال11 31 نقطة من 19 ماتش؟ هو في ايه؟ ده انا لو ما بلعبش هاخد نقط اكتر من كده، لو ما بلعبش هاخد نقط اكتر من كده. مصطفى شلبي، انت ما زهقتش يا ابني؟ هو انت وحياة اغلى حاجة عندك يا مصطفى، انت ما زهقتش؟ مش هتطلع من عباءة رمضان صبحي دي وافضل ماشي على الخط واقوم راجع تاني واقوم راجع تاني ما تخلص، يا تشوط يا تعمل اوفر يا تباصي يا تنام شوية، اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة. بس انا والله زهقت واتخنقت قسما بالله. انا عايز اعرف يا زيزو انت فيك ايه بقى؟ يعني عايز اعرف انت في ايه؟ انت في ايه؟ مالك يا زيزو؟ بس ده سؤال، مالك؟ رد على السؤال يا عم. انا بسألك بقول لك مالك، قول لي في ايه بس. طيب بالنسبة للحكم، الحكم المحترم الغندور والكابتن اللي قاعد على الفار البنا، حسبت لنا ضربة جزاء كتر خيركم، ما باينه للي ما بيشوفش، يعني باينه لاعب فريق ايده والكرة جايه في ايده خلاص بيلي. بس انت ما سألتش نفسك او ما كلفتش خاطرك، مفيش زاويه للكوره من ورا الجون؟ مفيش زاويتين 3 كمان للكوره؟ اصل ده الدوري اللي عايزين يشفروه. طيب انا من هنا بقول لك، اول مره شفت الكوره دخلت كلها، تاني كوره شايف جزء من الكوره، تاني اعاده شفت الكوره جزء منها ما دخلش. طب احنا هنقعد بقى مش هتكلم بالعاطفه، انا هتكلم بالعقل. انا عايز اعادات تانيه، لان انت ما عندكش تقنيات عين الصقر. فواحد يجي يقول لي عين الصقر دي عين احمد حسن. يا عم ما تهزروا، مش وقته. ما انت ممكن تتلسع زي منهم في كرة زي دي برضه، مش وقته. طب هل انا استحق الفوز النهارده؟ انا لعبت النهارده ماتش وحش قوي. يعني لو هتيجي تقول لي ايه الفرص المتاحه بالنسبه لي الشوط الاولاني، مفيش. علي ماهر لاعبني زي ما هو عايز، الشوط الاولاني. الشوط الثاني انا نازل بضغط طبعا، هو اداني فرصه ان انا اضغط وامسك كوره وبدا يدافع. طب فين الخطوره؟ فين الفرص اللي بتضيع يا عبد الله؟ ده انت جاي لك واحده في بدايه الشوط الثاني في حلق الجون، جون. لا مش هجيبها جول خلاص. طيب ماشي. سؤال تاني لزئرد. واحد يقول لي زئرد؟ مين زئرد ده؟ اقول لك زئرد ترافيز موتيابا اللي نزل بدل عبد الله السعيد، اللي جات له كوره والجون فاضي. يعني انا حسيت ان دونجا عايز يعضه من بطنه، اللي هو انت ضيعت دي بجد يالا؟ ولا انت ضيعتها؟ ده الجون فاضي. يعني محمود جاد خارج المرمى تماما والجون فاضي، مفيش، ما عندكش فرصه لو عايز تضيعها انك هتضيعها. لا ضيعها. خرجت زيزو ليه يا جوميز؟ وخرجت عبد الله السعيد اللي في اي وقت من الاوقات ممكن يعمل لك اسيست، ممكن يعمل لك بينيه، ممكن يلعب لك فاول، ممكن يشوط لك شوطه، ممكن يعمل اي حاجه. خرجتهم ليه؟ وانت واقف لي بس على الخط عمال تعترض على الحكم. ما خلي بالك، عايز اقول لك على حاجه، في بعض الاوقات الحكام
بياخدوا من الهيستوري بتاع اللعيبه. يعني زيزو وقع في واحده مثل فيها، خد انذار غريبه. يعني لو طفل مش هيمثل التمثيليه دي يا زيزو، انا ما اعرفش انت مثلتها ازاي. ما احنا عشان مركزين في اللي احنا عايزين بيلن، اما يديك انذار خلاص العب بقى، العب بقى يا باشا، العب بقى. انا طول الماتش هيبقى عندي بقى فيدباك انك انت بتمثل وعايز بيلن. يلا. ليه النكد ده؟ ليه النكد ده؟ انا يتنكد عليا النكد ده في العيد لي انا وجماهير الزمالك ليه؟ اقسم بالله العظيم انا ما شفت كده وما شفت اداء بالشكل ده. شوط اول انا ما جيتش. وعايز اقول جمله في النهايه بس، عايزين تشفروا الدوري المصري اتفضلوا شفروا الدوري المصري. يا ابراهيم يا مضاي جدع، يلا برافو، يلا يا مسلوسي في نفس الكوره جدع. الجون الثاني مش ما عنديش تعليق. يعني محمد الشامي لوهله خد رجل كواريزما لوهله كده وقام واخد طق. ما اعرفش هو، ما انا ما اعرف هو ما يعرفش جابها جون ازاي بعد ما انا ما ضيعت البلن. انا ما يا جماعه بقول لكم يا جماعه، ما كل سنه وانتم طيبين بقى، ما سلام عليكم.